السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. الفيديو النهارده بقى فيه افكار حلوه جدا وكلها افكار عمليه قوي، وكمان فعلا تنفيذها زي ما احنا متعودين مع بعض هيكون سهل قوي. اول بقى فكره النهارده عندنا هنستخدم فيها اي بقى سبت كده فاكهه يكون متوفر، او حتى كمان سبت خضار. هبتدي ان انا اجيبه وهسخن كده سكينه على النار. على فكره ممكن تكون عندنا كده سكينه قديمه او بايظه، ممكن بقى نستغلها في الفكره دي. وهبتدي اول حاجه ان انا احطهم كده على بعض، وبعد كده هبتدي بس ان انا اشيل منها الجزء اللي هيكون قدامي ده. اي حاجه بس زياده ببتدي ان انا امشي عليها، وطبعا بتتشال سهل جدا وبسيطه قوي. هنا هستخدم 3 اسبته، ممكن طبعا نستخدم 2 او 3 او 4 زي ما احنا نحب، او حتى كمان زي متوفر عندنا. وممكن على فكره كمان نشتريه كده من عند بتوع الفاكهه وبتوع الخضار، وبيبقى رخيص مش غالي. ممكن كمان يديهولنا كده ببلاش لو احنا بناخد من عندهم على طول. بعد كده هجيب ابزين بلاستيك او حتى كمان سلك كده زي اللي معايا ده، وهبتدي بس ان انا اربطهم كده من الجناب في بعض زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وبعد كده هبتدي بقى ان انا استخدم هنا اي كرتون كده يكون متين شويه، هبتدي ان انا استفاد بيه برده واستغله. هبتدي اول حاجه كده ان انا احط الكرتون بتاعي واثبته هنا بقى المسدس، مفيش مشكله خالص، مش هيحصل له اي حاجه، وكمان برده هيمسك معانا كويس جدا. لو انت بقى وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش كده تحطي لايك جميل زيك، علشان اللايك بتاعك بيساعد طبعا ان الفيديو اكتر عدد من الناس يشوفوه وكمان يستفادوا منه. هنا طبعا قطعت جزء تاني كده من قطعه الكرتون اللي كانت معايا، وهبتدي برضو ان انا احطها بالشكل ده. التثبيت نفسه بتاع الكرتون سهل جدا ومفيهوش اي مشكله خالص. لو الكرتونه بتاعتنا صغيره مفيش مشكله برضو، ممكن كده نعمل فيها الوصلات زي ما انا عملت كده. كده كل حاجه مش هتبان ولا هيظهر منها اي حاجه بعد كده بقى هستخدم اي ستيكر انا حباه. طبعا هستخدم هنا الستيكر الخشبي، هيكون لايق جدا على الفكره بتاعتي، وكمان اللون ده برضو هيكون لايق جدا برضو على العفش بتاعنا. هبتدي ان انا اثبته كده بمنتهى السهوله على الكرتون، وطبعا الكرتونه نفسها هتساعدني جدا ان انا اثبت برضو الستيكر بتاعي سهل قوي. من فوق هنا برضو هبتدي انا احط كده قطعه كرتون تانية بس هتكون متينه شويه، وهبتدي انا اثبتها كده بالشكل ده. دي كانت كرتونه ملايه قديمه عندي، هبتدي ان انا احطها فوق، وبعد كده هبتدي برضو ان انا احط الستيكر عليها، مفيش مشكله خالص. من جوه بقى حبيت برضو ان انا احط الستيكر بتاعنا، وهبتدي ان اثبته بالشكل ده. هنا ممكن بقى نحط اي شريط للتزيين او ممكن ما نحطش، بس انا بصراحه حبيت ان انا احط علشان احددها كده ويكون شكلها كويس. نيجي بقى ونعمل الباب بتاعنا، والباب بتاعنا هبتدي برضو ان انا اعمله بقطعه كرتون، وزي ما احنا شايفين كده محتاجين ان احنا بقى يكون عندنا كده سلك شاحن قديم، او حتى كمان يكون عندنا ابزين بلاستيك، مفيش مشكله خالص، ممكن نشتريه من اي مكان. انا هنا ما كانش عندي ومفيش مشكله خالص، مفيش حاجه هتوقفنا. هبتدي بقى هنا ان انا استخدم سلك الشاحن القديم ده، وكده بقى عملنا جزامه بمنتهى السهوله. ما خدتش على فكره وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، وعايزه اقول لكم بقى انها متينه جدا جدا، وكمان شكلها حلو قوي، وكمان بتاخد كميه كبيره قوي. ودي بقى كانت اول فكره عندنا النهارده. حطوا كده لايك جميل لاول فكره، وتعالوا بينا بقى نروح لتاني فكره عندنا النهارده. وتاني بقى فكره عندي النهارده هستخدم فيها كده اي بقى ازازه كلور تكون عندنا. اول حاجه هجيب الازازه بتاعتي، وهبتدي ان انا اجيب قطر كده او مقص، وهبتدي ان انا استغنى عن الجزء اللي بيكون فيها ده. وبعد كده هبتدي برضو ان انا اشيل الستيكر بتاعنا زي ما احنا شايفين مع بعض. لو احتاجنا بقى ان احنا نسويها مفيش مشكله خالص، المقص موجود، هبتدي ان انا امشي عليها واسويها. طيب بعد ما خلاص بقى سويناها والدنيا كلها تمام، هنعمل ايه بقى؟ شايفين بقى الجزء ده؟ هبتدي كده ان انا اجيب المقص بتاعي، وهبتدي بس كده ان انا اعمل شكل مستطيل، وهبتدي بس ان انا استغنى عنه. يعني هنشيل مستطيل من طبعا الازازه بتاعتنا. طيب بعد ما شلنا بقى المستطيل والدنيا كلها حلوه لحد دلوقتي، شايفين الجزء ده اللي هيكون برضو في قاعده تانية من علبه الكلور التانية؟ هنجيبه وهبتدي ان انا اخده، وهبتدي بقى ان انا اثبته كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. خلاص قفلناها من الناحيه دي، وكمان برضو كده هي مقفوله طبعا من الناحيه المقابله. طيب بعد ما خلاص بقى ثبتناها والدنيا كلها تمام، هنعمل ايه؟ ممكن هنا بقى ان احنا نستخدم اي حاجه احنا حابينها، حبل خيش، خيط مكرميه، والله اللي انت عايزه تستخدميه استخدميه، هيكون من ايدك زي العسل. انا هنا بقى كان عندي حبل الخيش، هبتدي ان انا اجيبه كده واحط كده الشمع بتاعنا الحلو، وهبتدي بقى ان انا اثبت الحبل بتاعي بمنتهى السهوله. اظن الموضوع سهل جدا جدا، مفيهوش اي صعوبه خالص، والدنيا كمان بسيطه قوي. بحط الشمع وبعد كده ببتدي بقى ان انا الف كده طبعا الخيط بتاعي، فطبعا الشكل اللي انا محتاجاه بيبتدي يظهر واحده واحده. الموضوع مفيهوش اي صعوبه، وكمان خيط الخيش او حبل الخيش حلو جدا، وكمان بنعمل بيه افكار كتيره قوي. طيب بيتباعوا فين بقى كل الحاجات اللي انت بتستخدميها دي؟ اي محل بتاع ادوات خياطه على فكره هتلاقي عنده كل الحاجات دي، ومؤخرا كمان بقت بتتباع الحاجات دي كلها في المكتبات. فاحنا كده عندنا مكتبه كده جنب البيت، ممكن نسال فيها وهنلاقي عندها. مفيش مكتبه او مش موجوده عندها الحاجات اللي احنا بنستخدمها مع بعض، مفيش مشكله خالص، اي محل ادوات خياطه بيبيع الخيط والابره هتلاقوه هناك.
ثبت بقى كده الحبل بتاعنا، وبعد كده بقى هبتدي ان انا اروح الناحيه التانية اللي هي الجهه اللي هتكون مقابله ليها، وهبتدي برضو ان انا طبعا احط جزء تاني من الحبل اللي معايا. هنا حسيت ان هي عشان تتظبط اكتر ان انا المفروض ان انا اظبطها كده بالشمع كويس عشان تكون متينه برضو كويس قوي. هبتدي برضو كده زي ما قلنا هنحط الشمع بتاعنا، وبعد كده بقى نلف الحبل اللي معانا لحد برضو ما نوصل للشكل اللي احنا محتاجينه. انزلي بقى كده في الكومنتات قولي لي كده بتتابعيني من اي بلد، وحابه نعمل افكار اعاده تدوير لايه مع بعض الفتره الجايه. خلاص كده هبتدي بقى ان انا دلوقتي بقى اقف لحد هنا ومش هكمل ولا اي حاجه، بس هنا بقى هبتدي ان انا ادي شكل كده بسيط قوي علشان طبعا الدنيا تكون ظاهره معايا اكتر واكتر. فهبتدي بس ان انا احددها كده بجزء صغير قوي من الحبل اللي معايا، وقصيت الزياده، وبعد كده هروح الناحيه التانية وهحط برضو كده جزء كده من الحبل التاني اللي معايا ده. وخلاص بقى شلنا الزياده والدنيا كلها تمام، ونيجي بقى للخطوه اللي بعد كده. طيب بعد ما خلاص بقى وصلنا لحد هنا والدنيا كلها تمام، وكمان الشمع بتاعنا ماسك كويس جدا، لان احنا اكيد بنضغط كده على الحبل اللي معانا كويس قوي علشان طبعا الدنيا تكون ثابته معانا. بعد كده هعمل يد بسيطه جدا، وهبتدي بس ان انا اثبت هنا بنقطه شمع كويسه، واروح الناحيه التانية وبرده هحط نقطه شمع تانية. طيب بعد ما خلاص بقى ثبتناها الناحيه دي وكمان الناحيه التانية، هو ده بقى هيكون الشكل طبعا احنا محتاجين نوصل له. عايزه اقولك ان انا مكبره اليد شويه، يعني بعد كده هقولك انا مكبراها ليه. كده خلاص ثبتناها بقى والدنيا كلها تمام، وده هيكون شكلها لحد دلوقتي. هنا بقى ممكن احط بقى لولي، احط كلفه، احط كده جوبير زي ما انا عملت اي حاجه انا حباها. كان عندي هنا الجوبير ده هبتدي كده انا اثبته، هيديني شكل حلو جدا، وكمان برضو هيكون لايق جدا طبعا على الحبل اللي معانا. ثبته بالشكل ده، هنا مش هقص ولا اي حاجه، وممكن طبعا نروح الناحيه التانية ونثبت برضو بنفس الطريقه. هحط هنا برضو الرجول الخشب دي هتكون شكلها احلى واحلى، وكمان برضو هترفعها لي شويه كده فهتديني شكل حلو قوي. وبعد كده هحط فيها بقى اي حاجه انا حباها، اذا كان بقى ورده او حتى كمان استخدمها كمنظم واحطها على التسريحه براحتي خالص. فكره حلوه جدا، وكمان شكلها حلو وكمان عمليه قوي. ودي بقى كانت تاني فكره عندنا النهارده. حطوا كده لايك جميل زيكم، وانزلوا كده في الكومنتات وقولوا كده رايكم فيها ايه. وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتالت فكره عندنا النهارده. وتالت بقى فكره عندنا النهارده هنستخدم فيها كده بقى البرطمانات اللي بتكون عندنا كلنا. اول حاجه بقى هجيب قطعه كرتون، وبعد كده هبتدي ان انا اخد الاطار بتاع جردل قديم بقى بتاع اي حاجه قديمه، وهبتدي ان انا اشتغل حتى كمان فيها بعد كده. وبعد كده بقى نقص الدايره بتاعتنا، وهنا بقى هبتدي ان انا اغلفها باي ستيكر انا حباه، ذهبي فضي مشجر اللي عندك استخدميه، واللي انت حابه تستخدميه استخدميه. طيب انا ما عنديش بقى الاستيكرات دي كلها ولا عندي اي حاجه خالص، مفيش مشكله خالص، ممكن نستخدم فوم، ممكن نستخدم اي قطعه قماش، فالبدائل كتيره جدا. وكده خلاص غلفناها من الناحيه دي، ونروح الناحيه التانية وبرده نبتدي كده نغلفها علشان الشكل اللي عندنا يكون حلو من قدام وكمان برده من ورا. طيب بعد ما خلاص بقى غلفناها والدنيا كلها تمام وكمان شكلها طلع معانا مظبوط قوي، هنيجي بقى الخطوه اللي بعد كده، وهنستخدم فيها الجزء اللي احنا عجبناه في الاول خالص وعلمنا بيه لنفسنا. زي ما قلت لكم ده كده الجزء اللي بيكون فوق بتاع جردل القديم، هجيبه وبعد كده هبتدي ان انا اغلفه برده بحبل الخيش زي ما احنا شايفين مع بعض. بنحط كده نقطتين كويسين في الاول، وبعد كده بنلفلف براحتنا خالص لحد ما نوصل للنهايه. حلو الكلام لحد هنا؟ اظن حلو جدا. هبتدي ان انا الف بقى براحتي خالص لحد زي ما قلنا نوصل لاخر حاجه. وعايزه اقول لكم الحاجات دي ولا بتاخد وقت ولا مجهود ولا اي حاجه، والشغل على فكره فيها بيكون نفسه متعه. نجيب بقى الدايره بتاعتنا اللي احنا عملناها في الاول خالص، كده هيكونوا طبعا الاتنين مقاس واحد. فابتدي ان انا احط الشمع بتاعي هنا، وبعد كده اثبت بقى الجزء ده على الجزء ده، واضغط كده بايدي كويس قوي علشان اضمن ان الشمع بتاعنا هيكون ماسك كويس قوي. تابعين كتير بيقولوا لي الشمع بتاعنا ما بيلزقش. طيب اهم حاجه يكون الشمع اول حاجه يكون نوع نضيف، تاني حاجه ما نشيلش ايدينا من على الحاجه الا ما نضمن ان هي تكون ثابته معانا. وطبعا لازم يكون الشمع بتاعنا كده هيكون سايح من المسدس نفسه. حطيت بقى كده لولي علشان الشكل عندنا يكون احلى واحلى، وزي ما احنا شايفين مع بعض اللولي فرق جدا. هنا بقى حبيت برضو ان انا احط كده رجول لولي هتديني شكل حلو جدا، فهستخدم هنا بقى اللولي الكبير ده هيديني شكل حلو قوي. حط بقى لايك جميل زيك لو انت وصلت لحد الرجول بتاعتنا. نجيب بقى البرطمانات اللي اكيد عندنا منها كتير جدا في المطبخ. اول حاجه هبتدي اجيب البرطمان بتاعي، وهنا هستخدم بقى زي ما احنا شايفين مع بعض كده خيط خيش، وممكن طبعا نستخدم خيط مكرميه لو احنا حابين.
بس لو استخدمت بقى خيط مكرمية استخدمي كده نفس الالوان كلها تكون لايقه على بعضها علشان الشكل عندنا في النهايه يكون حلو وكمان مظبوط. حطيت فوق وكمان برضو هبتدي كده انا اثبت طبعا الخيط بتاعي تحت كده، وبعد كده هبتدي ان انا احط من فوق هنا اللولي علشان طبعا الدنيا كلها تكون زي بعضها وتكون واخده من بعضها. هنا بقى حبيت برضو ان انا احط كده خط تاني طبعا برضو عشان الشكل عندنا يكون احلى واحلى، وممكن بقى نعمل فيونكه كده ونثبتها في النص هتدينا شكل حلو قوي. جوه الفيونكه ممكن جدا نحط ورده او حتى كمان نحط واحده لولي اذا حابين، بس انا حبيت هنا بقى ان انا احط كده واحده لولي بس هتكون اكبر شويه علشان تديني شكل احلى واحلى. عملت بقى من البرطمان بتاعنا ده كذا واحد، وكان عندي واحد كده كبير برضو عملته، وتعالوا نشوف بقى هنستخدمها ازاي. اول حاجه هثبت البرطمانات بتاعتي علشان شكلها يكون كده مظبوط وما تفكش معايا ولا تروح يمين ولا تروح شمال. وبعد كده بقى هبتدي ان انا استخدمها كمنظم للمعالق والشوك، هتكون فكره حلوه جدا وعمليه قوي، وهنشوف دلوقتي المعالق وهي محطوطه فيها والشوك مخليها شكلها فعلا حلو قوي. وده كان فيديو النهارده، اتمنى فعلا يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا ده لايك جميل زيكم، وطبعا هستنى رايكم في التعليقات، عايزه اعرف ايه اكتر فعلا فكره عجبتكم اكتر. واستنوا ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في حفظ الله وامنه.